مساء الخير، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ضيف الأربعاء. طبعا اليوم ضيفنا صديق وحبيب وإنسان راقي. عملت معاه في مجال التقنية في شبكة الكفيف العراقي، وصراحة يعني ما شاء الله عليه. اليوم ويانا الأستاذ محمد العبيدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الورد أستاذ أبو شروق، خالنا الغالي، تحياتي لك وتحياتي لكل متابعين قناتك الكرام. يخليك الله. شلونك؟ شو اخبارك؟ وضعك شكو ماكو شنو ما شنو سوالف؟ تمام الحمد لله، الله يسلمك، الحمد لله بخير ونعمة الحمد لله. محمد، طبعا اليوم راح تكون ويانا ضيف، وراح تكون عندنا أسئلة طبعا، وراح تجاوبنا على أسئلتنا، وإذا أكو اتصالات أيضا راح تجاوبنا على طبعا على الاتصالات، تجاوب على الأسئلة. مستمعينا الكرام اللي يحب يتصل بينا طبعا نروح للأرقام ونرجع لكم. للمشاركة في برامج صوت الشباب يرجى الاتصال على الأرقام التالية: كورك 07519694953، واتساب أثير 07806875745، واتساب أسيسيل 0*7*3*7*4*947. صوت الشباب أصالة في المحتوى ورقي في المستوى. أي نعم، سابقا وحاليا ولا زلت وأستمر إن شاء الله. سابقا وحاليا ولا زلت مستمر إن شاء الله. أوكي. أكو ناس ما تعرف منو هو محمد العبيدي، أريدك تحكي لي شوي عن نفسك، يعني منو أنت وتحصيلك الدراسي ويعني اختصاصك. تمام. محمد مظهر العبيدي من مدينة الموصل، من مواليد 1991. حاصل على شهادة البكالوريوس بعلم الاجتماع، كلية الآداب جامعة الموصل 2014. من مؤسسين شبكة الكفيف العراقي اللي تتناول محور التقنية وتعليمها على من خلال الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مختلف أقطار العالم. حاليا رئيس مؤسسة أم الربيعين التنموية للمكفوفين وضعاف البصر، وعضو الهيئة الإدارية لشبكة السنة لمنظمات المكفوفين في العراق، وأيضا عضو الهيئة الإدارية للنقابة العامة للمدربين العراقيين فرع نينوى، وأيضا عضو الهيئة العامة لشبكة النخبة للتنمية والتطوير، مدرب دولي معتمد في مجال التنمية البشرية وبناء السلم المجتمعي. والحمد لله بطبيعتي إنسان بسيط، أحب النظام، أحب العمل، أحب أن أقدم للآخرين سواء كان بمقابل أو دون مقابل. حلو. طبعا أنا الحمد لله متزوج وعندي يزن وزين وقيس، الحمد لله والشكر. الحمد لله والحمد لله الحياة ماشية. بس صوتك محمد، صوتك بدأ يقطع يمي أعتقد. تسمعني؟ أنا أسمعك واضح أستاذنا. تسمعني حاليا؟ أسمعك واضح. أوكي. محمد، أنت بداياتك عملت بالتقنية وبالمجال التقني، وكنت أحد أعضاء شبكة الكفيف العراقي، من الأعضاء المميزين كنت بوقتك. الحمد لله. بالفعل يعني أنا أبصرت مجال التقنية بال2007، بديت أطور نفسي شيء فشيء إلى أن وصلت المستوى المتقدم من نقول الاحترافي. بعدين صرت من أعضاء الكفيف التقني العراقي إلى فترة معينة تقريبا 1.5 سنة. بعدها صرنا مجموعة ساهمنا بتأسيس شبكة الكفيف العراقي اللي تناولت مجال الويندوز على حدة والأندرويد على حدة، وبعدين توسعت، صار ضمت مجموعات الهندسة الصوتية ومجموعات ثقافية
المجسدة بسفراء الثقافة وفكر السلام. نعم. وبعدها يعني أقحمت بالعمل التطوعي. الثقافة وفكر السلام. نعم. محمد، شنو هاي، شنو أهدافها هاي المجموعة الثقافة وفكر السلام؟ أنا ما داخل بها صراحة يعني. سفراء الثقافة وفكر السلام باختصار هي مجموعة تتناول تداول المنشورات الدينية والثقافية وعلمية منوعة. زين، القصد منها انه يصير تناقل او شلون نقول تبادل ثقافي بين الاعضاء المشاركين بهذه المجموعة في شتى مجالات الحياة. اوكي. اي عملت قلت بشبكة الكفيف العراقي، ورحت بمجموعة الويندوز وقدمت شروحات. قدمت طبعا كان لي بعض الشروحات بقناة شبكة الكفيف العراقي على اليوتيوب، واللي موجودة حاليا. موجودة. نعم. كنت المسؤول عن قسم الويندوز بالشبكة، وأيضا إداري بالمجموعات الأخرى. محمد، أنت ترأست منظمة أم الربيعين التنموية للمكفوفين وضعاف البصر. احنا سوينا بها إعلان، بس اكو ناس ما يعرفوها هاي المنظمة، يعني من مناطق الوسط والجنوب ما يعرفوها. هاي شو وقت بديت بيها؟ شنو اللي خلاك تسوي منظمة يعني؟ طبعا احنا يعني كفريق عمل مكون من 13 شخص، ارتئينا انه نأسس مؤسسة تنموية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة البصرية بمحافظة نينوى، على اعتبار انه محافظة نينوى ما بها اي جهة مجتمع مدني تتناول مجال ذوي الاعاقة البصرية. فارتئينا انه نشتغل على انه نأسس هذه المؤسسة التنموية حتى نساهم بتطوير وتعليم الاشخاص من هذه الشريحة، وايضا نعمل بكل جهودنا على دمجهم بالمجتمع ونحقق عملية الدمج الاجتماعي اتجاههم. تأسست هذه المؤسسة اعتبارا من 7/2/2019، حصلت على شهادة تسجيلها كمؤسسة رسمية من منظمات المجتمع المدني ب 26/8/2020. نعم. وشتى أعمالنا هي تقتصر على التطوير والتعليم والتدريب والتنمية المستدامة. نعم. عملت بها ب 2019، كنتوا أنت 13 شخص. سويتوا هيئة إدارية أكيد بهاي المنظمة؟ بالتأكيد. سويتوا دورات بها، يعني أكو أشياء سويتوها لو؟ ايه طبعا، يعني صار عندنا شتى الأنشطة بمجال ذوي الإعاقة البصرية. أهم هذه الأنشطة يعني احنا خلينا على عاتقنا دورات محو الأمية للتعليم القراءة والكتابة بطريقة بريل. أيضا اشتغلنا على الجانب التقني. زين، أخذنا مجموعة من المكفوفين وانطيناهم دورات بتعليم استخدام الحاسوب حتى الاحتراف. حلو. كان البرنامج الخاص بهذه الدورات مكون من 5 مستويات. كل مستوى يتناول جانب معين من البداية حتى الاحتراف. حلو. أيضا اشتغلنا محور التوعية الاجتماعية. كنا دائما ننزل للشارع ونوعي الأشخاص بشكل عشوائي، الناس اللي موجودين بالمناطق اللي نرتادها، نوعيهم اتجاه هذه الشريحة، حقوقها، متطلباتها، قدراتها، إمكانياتها، بحيث أنه هي شخص فاعل بالمجتمع أسوة بالآخرين. يعني ما يعتبر أنه هو من ذوي الإعاقة خلاص أنه هو عالة عن المجتمع أو عضو غير منتج. بالعكس، دائما كنا نوصل فكرة أنه هذه الشريحة هي فاعلة ومنتجة بالمجتمع، ونضرب هذا الشيء بالأدلة والبراهين من مجتمعنا المحلي ومن المجتمع العراقي ومن المجتمع البشري بصفة عامة. وأيضا كنا نوزع منشورات خصوصا بشهر رمضان المبارك، هاي آخر سنتين. نعم. بالسنة الماضية وزعنا 3000 منشور. شنو مضمون المنشورات؟ يعني شنو مضمونها المنشورات اللي توزعوها؟ تمام. هاي السنة أيضا وزعنا 4300 منشور، من ضمنهم ملصقات بالأماكن العامة. نعم. تتضمن نبذة عن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ونبذة عن مؤسسة أم الربيعين، وآلية التعامل الصحيح مع الأشخاص من هذه الشريحة حتى ما يصير أي فتور بينها وبين المجتمع ككل. ما قلت لي مضمون المنشورات شنو؟
يعني شنو المنشورات؟ من المنشورات قلت لك استاذنا هي نبذه عن مؤسسه ام الربيعين، زين يعني تاسيسها يعني دعايه، قول دعايه. اي. وعندنا طبعا مجموعه نقاط تمام. بالاضافه للنبذه عن اشخاص ذوي الاعاقه البصريه والتعريف بهم، عندنا مجموعه نقاط هي الاكثر اهميه، 12 الى 20 نقطه. زين هذه النقاط كنا ندونها بهذه المنشورات حتى نثقف الاخرين حول التعامل الصحيح مع الاشخاص اللي مثلنا، بحيث حتى ما يصير اي اشكاليه بالتعاون او يصير تواصل غير فعال ممكن انه يسبب نتائج سلبيه بين كل شخصين ممكن يلتقون احدهم من ذوي الاعاقه البصريه او حتى مجموعات من ذوي الاعاقه البصريه ومجموعات اخرى من المجتمع. تمام. طبعا كان المنشورات اللي تتوزع باليد بها 12 نقطه الاهم، والمنشورات اللاصقه باعتبار هي اكبر حجم فكانت تتناول 21 نقطه. تتناول كيفيه التعامل معه داخل المنزل، كيفيه التعامل معه بالمواقف الاجتماعيه العامه، حتى تتناول كيفيه التعامل معه اثناء الحركه والتحدث، حتى التعامل معه اثناء الغرفه الوحده. تمام. هاي فكنا مفصلين الموضوع ماخذيها كاكثر اهميه. هاي المنشورات اللي وزعتوها اكو تفاعل وياها؟ يعني اكو فد ناس بالتاكيد احنا الحمد لله يعني على مستوى مدينه الموصل لمسنا تغيير. زين عفوا لمسنا تغيير بهذا المجال. شفنا اكو ناس بعد ما قيمنا الانشطه، شفنا انه اكو ناس فعليا بدت يصير يعني تغير بالتعامل مع الاشخاص المكفوفين. يعني انا من الناس صادفت اكثر من موقف مع سواق التاكسي، مع محل تجاريه، مرات يعني هاي قليل صارت انه مرات نمشي بمكان معين نشوف انه اكو شخص مثلا حاول يساعدنا او شيء، حاول يساعدنا بالاسلوب الصحيح او حاول يتحدث معنا بالاسلوب الصحيح. هذا الشيء كان ما موجود قبل بمحافظه نينوى او على صعيد مدينه الموصل بشكل خاص. زين فالحمد لله يعني حققت الهدف المرجو. احنا مستمرين ان شاء الله بالتوعيه. بالاضافه لهذا الشيء احنا يعني نستغل مواقع التواصل الاجتماعي دائما ننشر الانشطه مالنا ونوصل رساله ايجابيه للمجتمع حول قدرات وامكانيات هذه الشريحه. تمام. من خلال الانشطه نقدم اياها ونشوف حماسهم ورغبتهم بالمشاركه حتى يتعلمون ويكونون فاعلين بالمجتمع. ممكن يقدمون يعني فد خدمه مستقبليه للمجتمع. بالاضافه لهذا الشيء نحاول دائما نبرز الاشخاص اللي عندهم قدرات وامكانيات خاصه، أكيد. سواء كان من خلال المواقع التواصل الاجتماعي او من خلال جهات العمل الرسميه، في سبيل انه نشجع هاي الجهات على انه تتعامل معنا اكثر واكثر. تمام. وتساعدنا بعمليه التوعيه والتثقيف. خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو مساء الخير. مساء النور، مساء السرور عليك وعلى ضيفك الطيب ابو يزن. تحياتي لكم. اهلا وسهلا. ويوفقكم ان شاء الله. منو يعني؟ ياك يحيى من بغداد. حياك الله يحيى، نورت. طبعا انا اعرفك بس للناس. اهلا وسهلا يحيى، شرفتني. اهلا وسهلا بك، نورتني. الله يسلمكم، الله يحفظكم. بس صوتك بعيد يحيى، قرب المايك. دقيقة تسمعني هسه؟ اي اوكي هسه اوكي. نعم اوكي نعم. طبعا اول مرة احيي الطيب اخ الصديق الاستاذ محمد مضر العبيدي. بصراحة نقول له انه انت بوركت جهودك بصراحة تجاه هذه الشريحة، خاصة اللي يكون بمحافظتكم. يعني بصراحة لمسنا لكم دور كبير بهذا الموضوع، وأنا كثير نتناقش وياك بخصوص هذه الأشياء. يعني أتمنى لكم الموفقية، وأتمنى من المنظمات اللي هي ببغداد أنه تتعاون وياكم أو تحذوا ما أنه حذوتموه يعني بهذه التفصيلات الجزئيات اللي هي البسيطة بصراحة، بس هي لها دور يعني بصراحة كبير بالمجتمع. يعني أنا أكو كثير من المكفوفين بالموصل يعملون على الألمنيوم، وهذه يعني يفيد المكفوف كأنه مسألة رزق أو فد يعني وسيلة معيشة بصراحة. اليوم تجد كثير من المكفوفين أنه عايش على راتب الرعاية وراتب المعين، لكن انه هذه المؤسسه فتحت لهم افاق. يعني مثلا عندنا يعني البعض من المكفوفين يمكن يشاركنا الراي ابو يزن انه يعملون بالالمنيوم،
احنا هنا ببغداد ما عندنا هاي الفقره يعني، الا ما ندر تلقى اللي هو يجتهد من نفسه ويتعلم له فرد صنعه يعني ويشتغل. يعني عندنا احنا مكفوفين يصلحون ينصبون سبالت كهربائيين غيرها من الاشياء، بس ما عندنا مكفوفين انه مساله الالمنيوم، وما عندنا انه المنظمات او الناس اللي تدعم انه تاهيل المكفوف. يعني المكفوف اذا ما عنده شهاده خلاص يعني يقعد بالبيت، شلون هم انسان حاله حال باقي الناس. اوكي يعني ان الله سبحانه وتعالى مو فقد البصر كذا. يحيى نقطه نظام، يحيى نقطه نظام وحق الرد مكفول. ما عندكم لين انتم ما تختارون الرجل المناسب بالمكان المناسب، لان انتم تنتخبون الناس ما فد يوم ابو شروق انا اسولف لك، ما فد يوم صار انه الاختيار يابا تعالوا واجى شخص مناسب وما اختارنا. احنا حتى الشخص المناسب اللي نختاره يوصل للمكان اللي هو انه يتمنى انه يوصل له، مثلا رئيس منظمه او عضو هيئه اداريه، اخوي هو يوصل هناك كل شيء ماكو زين، كانه وجوده من هذا نفس الشيء. نعم. عندك سؤال لمحمد العبيدي استاذ محمد؟ والله اول مره انا احيي على ما جاي يقدمونه، بس عندي سؤال انه يعني أكثر مشروع إنه قدمته هذه المؤسسة وللآن إنه تحس إنه إلى فد لمسة أو فد حدث فد نقلة نوعية. حلو. والله هذا سؤالي، والله هذا سؤالي. شو السؤال شبيه؟ والله سؤالي هذا. يلا مشي ما يخالف. بعد أخذت يعني. أتمنىكم الموفقية حبيبي. شكرا لاتصالك حبيبي يحيى، نورتنا. حبيبي نورتنا شرفتنا يحيى طبعا، وبارك الله بيك على إطراءك هذا اللي ينبع من طيبة أصلك وطيبة أخلاقك، كرم أخلاقك طبعا. بالنسبة لسؤال الأخ يحيى وسؤال حضرتك خال أبو شروق، احنا يعني ما كملنا بالمجمل الأنشطة اللي اشتغلناها أو محاور الأنشطة اللي اشتغلناها. بعد بس أنت جاوب عليه. زين. جاوب عليه. أنا راح أجاوب. احنا عندنا نشاطين الحمد لله كان لهم نفسه كلش حلوة. زين. بالمجال ذوي الإعاقة البصرية. النشاط الأول أنه ب2 و2/12/2021 قمنا بتنظيم المؤتمر العلمي الدوري الأول لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالعراق. طبعا كان مؤتمر على مستوى البلد كله، وكان مؤتمر أكاديمي. زين. تناول الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المحاور النفسية والاجتماعية والثقافية والفكرية وحتى الصحية. كانت قدمت به بحوث من مختلف محافظات العراق، وصدر بموجب كتاب وقائع هذا المؤتمر، واللي تعمم على وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأيضا عندنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة نينوى بهذاك الوقت. وأوصينا بمساعدتنا بنشر هذا الكتاب وتعميمه على الدوائر ذات العلاقة بهذا المجال. الحمد لله. طبعا على مدار عقود ما أقيم هذا المؤتمر اللي البلد كلش يحتاج البحوث الدراسات العلمية أكيد. حتى تشخص المشكلة وتجد الحلول والمعالجات المناسبة لها. تمام. فحتى وقتها حضروا منظمات من بغداد، حضروا منظمات من ديالى. تمام. الحمد لله. كان أيضا من كركوك وجونا. زي كان دعوة عامة. أبو يزن هذا كان قبل حوالي 2 سنين. إلا يعني هو المؤتمر صار يعني 1/12/2021. تمام. الحمد لله كان مؤتمر نتائجه كلش حلوة. بالإضافة لهذا الشيء كان رسالة اجتماعية، لأن إحنا عرضنا كل منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اللي أنتجوها خلال ذاك العام اللي هو 2021 ضمن معارض المؤتمر. تمام. من أدوات خياطة، زين، يعني ألبسة، من أعمال يدوية، من منتجات الألمنيوم اللي ذكرها يحيى حاليا، من منتجات أخرى. بالإضافة لهذا الشيء عرضنا الأجهزة التعويضية المتوفرة عندنا حتى نثقف العالم ونعلمهم عليها ونفهمهم أنه إحنا بهاي الطرق نستخدم هاي الأجهزة حتى نسير عجلة الحياة. هذا كان بالنسبة لنا كان شيء يعني شغل كلش حلو. تعبنا عليه هواية يعني أكيد. لأن كان مؤتمر أكاديمي واللي قدموا البحوث هم من أعلى المستويات العلمية بالبلد.
سواء كان المشاركين كانوا من بغداد، من وزارة الصحة مركز التدريب والتطوير، وأيضا من دار صحة نينوى، وأيضا من جامعة بغداد أيضا كان عندنا باحثة. نعم. زين، الحمد لله كان تكلل بالنجاح، وإن شاء الله يعني نتأمل أنه نلمس تأثيرا من الحكومة، وإحنا أيضا كمؤسسة استفادينا منه، لأن تعرفنا على هاي المشكلات بشكل أكثر تفصيل على نحو علمي، حتى نقدر نطبق الحلول لها ضمن نهج علمي، حتى تجيب نتائج واقعية وسريعة وتحقق أهدافها بسرعة أكثر وبدقة أعلى. تمام. النشاط الثاني اللي حاليا انتهينا منه إن شاء الله وراح يبدي ينتج، زين، هو مطبعة أم الربيعين لذوي الإعاقة البصرية. تمام. هذه المطبعة هي خاصة بطريقة بريل. حلو. زين. أسسنا هذه المطبعة حتى تطبع الكتب العلمية والأدبية المنوعة لمختلف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالعراق ككل، مو بس بمحافظة نينوى. حلو والله. تمام. عاشت ديك. هاي المطبعة إن شاء الله حاليا إحنا ماضين بترخيصها كدار للطباعة والنشر حتى تكون مطبعة رسمية ومعترف بكل كتاب يصدر منها إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. الله يوفقك. وأيضا عندنا نشاط ثالث، زين، حاليا ماضين بتجهيزه إن شاء الله. يلا. هو مكتبة أم الربيعين لذوي الإعاقة البصرية. هاي المكتبة هي تتناول 3 محاور: محور بريل، ومحور الكتب الاعتيادية، وأيضا محور الكتب الإلكترونية الصوتية والمقروءة. زين. أكيد. الهدف من هذا المجمع، عفوا، أكيد هاي المكتبة الصوتية راح ترفع على اليوتيوب أو عندكم بيج على الفيسبوك أو هيك يعني لو؟ ممكن إن شاء الله. إن شاء الله. زين. إن شاء الله إحنا راح نحاول إنه المكتبة الإلكترونية تكون متناولة من قبل الجميع. زين. نعم. أما بالنسبة للكتب الاعتيادية إذا تسألني عليها حضرتك أو إذا خطر ببالك، إحنا هدفنا شنو؟ هدفنا أول شيء نزيد العملية التعليمية والتثقيفية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، سواء كانوا اللي بالموصل أو اللي يشرفون ويحضرون بالموصل. زين. الهدف الثاني منها إنه إحنا نجمع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص الاعتياديين على طاولة واحدة، هي طاولة العلم والمعرفة. وبهذا الشيء راح نزيد قناعات الأشخاص الاعتياديين بأهمية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وقدراتهم، خصوصا من الناحية العلمية والتثقيفية. فبهاي الحالة ممكن أنه نستفيد من هذه العملية بتسريع الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالمجتمع. نعم. احنا حاليا يعني ماضيين بتجهيز المكتبة إن شاء الله، راح نفتتحها بعد ما نجهزها بشكل كامل من الكتب بطريقة البريل والكتب الاعتيادية. يا رب إن شاء الله تتوفقون، وإحنا من الداعمين لكم بالنشر والإعلان، ويعني إحنا أي شخص يشتغل صح الله يسلمك ويحفظك دائما نكون وياه، يعني أي شخص. الله يبارك فيك، هذا عشمنا بيكم والله. الله يخليك. محمد، أنت صديقي، وأنا يعني شلون أقول لك، ملتقين أنا وياك بمنظمة البصيرة، ويعني صحيح. نعم. سؤال بخصوص أم الربيعين. سميتوها منظمة أم الربيعين، يعني على اسم الموصل أم الربيعين. لو لكم أنا أتذكر قبل كانت أكو تصدر جريدة اسمها جريدة أم الربيعين، شنو سبب تسميتها؟ صراحة احنا سميناها أم الربيعين نسبة لمسألتين. المسألة الأولى هي مدينة الموصل، واعتبار هي المنظمة الأولى، زين، بمدينة الموصل أو محافظة نينوى بصفة عامة. زين. المسألة الثانية يعني هي الموصل، بها أم الربيعين، بها أم الرماح، بها الحتباء. تعرف حضرتك عدة أسماء. أي أكيد. من اختارينا أم الربيعين. أم الربيعين هو اسم يدعو للجمال، يدعو للأمل، يدعو للتفاؤل. زين. يدعو إلى لطافة البيئة. زين. اللي يتصف بها مناخ مدينة الموصل. فاحنا استوحينا المعنى لما سمينا أم الربيعين. زين. استوحينا معنى هذا الاسم في سبيل أنه يكون الطريق اللي راح نمشي به اللي هو طريق الأمل. زين. طريق الحلم، انه احنا نحقق الشيء اللي نريده. زين. الطريق اللي ينطينا طاقة عالية بالإنتاج. زين. ينطينا نشاط عالي حتى نحقق أهدافنا. زين. لهذا السبب سميناها أم الربيعين. لأن الربيع تعرف حضرتك هو الفصل الملائم لجميع الناس. زين. تشوفهم انه دائما يكونون بقمه النشاط والحيويه. وما شاء الله عليكم انتم قمه النشاط. محمد، منو الفريق اللي وياك فريق العمل يعني كاداريين؟ عادي تذكر اسمائهم او يعني؟
نريد نعرف. ماكو مشكلة. طبعا احنا يعني كفريق إداري مكون من حاليا يعني احنا مجموعة متطوعين صرنا 30 شخص. زين. فالنخبة يهم النخبة من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة لبعض المتطوعين اللي لهم رغبة بالتنمية لهذه الشريحة، هم يعني أبصروا الظلم الاجتماعي تجاه هذه الشريحة على مستوى المجتمع العراقي بصفة عامة. زين. فطوعوا انه يشتغلون معنا حتى يساعدون بالتنميه المستدامه والدمج الاجتماعي تجاه هذه الشريحه. النخبه طبعا عندنا احنا يعني استاذ هيثم وليد العدواني، استاذ محمد راكان الطائي، حسين راكان الطائي، محمد حميد الطائي، ايضا عندنا يوسف العزو صديقنا تعرفه اكيد. زين. انت مختارهم. انت المشكله مختار الناس اللي يعني ما شاء الله عليهم مثابرين هيك يعني نشطين. هو بالتاكيد يعني لازم حضرتك تاخذ الناس اللي انت متاكد انه انت راح تنتج من خلالهم، والا عملك يعني ينتهي بالفشل. لا انت اختاريتهم لو شلون يعني ذول كلهم اعرفهم انا، كلهم اصحاب نشاطات وما شاء الله عليهم. محمد راكان زائدا يوسف العزو زائدا هيثم وليد صديقي حبيبي، كل اللي اختاريتهم ذول اصحاب يعني ما شاء الله عليهم، وانا اعرفهم عندي معرفه بهم مسبقا. اي هم طبعا ما شاء الله عليهم جدا مبدعين ويقدمون اراء وافكار رائعه يعني. اكيد. زين. بالاضافه لهذا الشيء بعد عندك الاستاذات سهير وهلاء او هناء وهاله جرجيس احمد. زين. طبعا هذول روح المؤسسه بالنسبه لنا. طبعا اكيد. زين يعني أكيد. ما شاء الله بكل نشاط تلاقيهم موجودين. اكيد. ناس يعني بنات مبدعات بمعنى الكلمه فعلا. وانا من خلالكم يعني بصراحه مو بس هم كل الاشخاص اللي منضوين تحت تسميه كادر مؤسسه ام الربيع عين هم اشخاص فاعلين ومنتجين الحمد لله. طبعا من خلال قناتكم اوجه لهم اسمى عبارات الشكر والاحترام والاجلال والتقدير، واوجه لهم تحيه حب واحترام ايضا، لان هم اشخاص بالرغم انه جهود تطوعيه على مدار 4 سنوات لكن ما توانوا عن تقديم الخدمه اتجاه الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه على صعيد محافظه نينوى بصفه خاصه وعلى صعيد العراقي بصفه عامه، ودائما لهم افكار واراء حلوه على المستوى النظريه والتطبيق. وما شاء الله عليهم يعني. ما شاء الله. يعني هم من عوامل نجاح المؤسسه والحمد لله. اكيد. فاني احييهم من خلال منبر قناتكم. الله يخليك. تحياتنا لهم طبعا، وان شاء الله يا رب تبقون متواصلين مع بعض ونشاطاتكم دائما نستمع لها ونشوفها. محمد يا أخي أنا عندي سؤال هذا دائما أسأله أصحاب المنظمات، أنت من يدعمكم؟ إحنا منو يدعمنا؟ أي خلينا نكون صريحين محمد، خلينا نكون صريحين يعني تعرف بكل صراحة. بكل صراحة. بالنسبة لنا إحنا عندنا خطط عمل هواية. زين. لو يتحقق الدعم المطلوب لهذه الخطط ولهذه المشاريع ممكن نسوي نقلة نوعية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بمحافظة نينوى. زين. خلال 2 أو 3 سنوات. حلو. زين. احنا بالنسبة لنا حاليا كل الأنشطة اللي حكيت لك عنها هي أولا جهود تطوعية، ثانيا بدعم بعض الخيرين اللي لا يكاد يسد نفقات المؤسسة الثابتة. يعني من كهرباء، من إيجار منزل، إيجار مقار كذا، إدامة. زين. أما الجهود الباقية فهي تطوعية. لحد الآن إحنا ما محصلين دعم رسمي سوى حصلنا منح لبعض الأجهزة، أجهزة كمبيوتر، مكان خياطة. زين. آلات طباعة واستنساخ، يعني حتى طابعات البريل واحدة منهم تقريبا على مدار سنة ظلينا نجمع حقها في سبيل أنه نوفرها، والحمد لله يعني الدعم اللي دا يصلنا كله من الخيرين نحاول نستثمر جهد الإمكان في سبيل أنه نقدم أعلى مستوى من الخدمات باتجاه الشريحة اللي إحنا نستهدفها. أما كتمويل رسمي وثابت بحيث يحقق لك فائض مالي ويخليك تشتغل براحتك فهذا الشيء ما موجود. وصراحة أكثر يعني أمانة ما موجود بأي منظمة من منظمات العراق، وهذا الشيء اللي دائما يكون عفى بطريق أي منظمة حتى إذا كان كادرها شوية متلكئ، بس هو سبب الأساسي هو الموارد المادية. لأن إحنا كل شغل نحتاجه، كل شغل نسويه نحتاج لمادة. هاي المادة لازم تتوفر.
على سبيل المثال أنا هسه إذا أسوي دورة وأكفل بيها الأشخاص، أكفل على الأقل أجور نقلهم. إذا أنت الدورة عندك 15 يوم وأنت اختاريت 20 متدرب، تمام؟ فأنت تجي تحسب هذول يراد لهم 3 ملايين، هاي نقل، إذا انطيتهم على كل واحد 5000 دينار باليوم. أكيد أي زين ما تمام؟ فهنا عثرة كلش كبيرة. أنت موردك يعني 600 إلى مليون دينار بالشهر، شو راح تدبر هذا الشيء؟ أنت تشتغل شغل تستضيف بيه ناس على مستوى البلد مثلا، زين ممكن تسوي مؤتمر، تسوي ندوة، تسوي جلسة حوارية، تسوي شيء، تحاول أنه تلملم جراحك من خلاله، تحاول أنه تجمع قضاياك حتى تصل لرؤية تعاونية بينك وبين الكل. زين أنت يحتاج تأمن نقل، يحتاج تأمن على الأقل إذا ما أمنت نقل تأمن إقامة. هاي الإقامة تحتاج فلوس. تمام؟ أي نشاط أنت تفكر به، أي خطة عمل. هسه أنا إذا أريد أطلع أسوي توعية بالشارع يراد لي فلوس. ليش؟ لأن أنا أول شيء أحتاج أجور نقل، أطلع أروح وأجي، وأنا ما راح أفتر بحي وحيين، حتى أنه راح لازم أوجه فريق عمل. ها فريق العمل أكو منهم ما عندهم إمكانية أنه يطلعون يتنقلون يدفعون كراوي، صح؟ زين بالإضافة لهذا الشيء أنت عندك منشورات، هاي منشورات يراد لها تصميم، يراد لها طباعة، خوش يراد لها ملائمة كاملة حتى تصل للناس. يعني ما تشتغل شغل عشوائي. زين انت تعرف يعني العين تاكل مثل ما يقولون. أكيد. زين فالعين من يعجبها المنظر تقرا ايه زين تتابع. زين تعتقد هذا الشيء ايضا كله يحتاج تكاليف. محمد تعتقد هاي المنشورات اللي سويتوها هي اللي جابت لكم الشهرة وخلتكم تشتغلون لو يعني؟ العفو ما افتهمت سؤالك. المنشورات اللي نشرتوها انتم ولصقتوها على الحيطان وهيك باسم منظمة مر العين، جابت لكم شهرة يعني؟ خلت الناس تساعدكم تدعمكم؟ للأمانة احنا بالنسبة لنا يعني ما حصلنا أي مساعدة مادية بسبب هاي المنشورات، باعتبار الفريق اللي دا يدعم بنسب معينة شهريا. زين هو نفس الفريق ما زاد أو نقص. زين يعني هم فريق من الأطباء الخيرين يتبرعون ب50 كل شهر للمؤسسة. زين فمن خلالهم دا نمشي. صراحة احنا جتنا فرص دعم هواية، بس اما انت تكون من خلال هذه الفرصة، اما تكون ستارة لحزب معين اكيد ويطلع من خلالك سفير للإنسانية وابو المعاقين. اكيد. زين اما تروح توافق على انه تعطي نسب معينة للجهات اللي تدعمك. زين وهذا الشغل احنا بنشتغله. اكو بيهم يقول لك انا اقدم لك شغل بس بالانتخابات تنتخبني حتى لو انا على خطأ يعني. بالضبط. احنا اجونا يعني بالانتخابات الماضيه اجونا هوايه رفضناهم كلهم. لان نعرف هو ما جاي لمصلحتي، ما جاي يريد يقدم لي خدمه اللي انا استحق هاي الخدمه. هو جاي يصعد براسي ويمشي بعد ما بس تصير الساعه 5 العصر تنسى صناديق الاختراع هذا. لا يعطيك اغراءات تخليك تنتخب. انا راح اسوي لك هيك، راح اسوي لك هيك، راح اسوي لك هيك. هي حبر على ورق اصلا يعني ماكو صحيح. فبالنسبة أنا يعني مختارين أنه نشتغل بالشغل السليم، وإن كان تأخر شوية أحسن ما ندخل ببواب غير شرعية وغير قانونية. أكيد. حمودي لو تكون أكو منظمة ثانية بالموصل تشتغلون نفس هذا الشغل، لو يصير أكو يعني أقوى بعد يعني، لأن أكو منظمة ثانية راح يصير تنافس بيناتكم راح تشتغلون أكثر. والله يعني صراحة أتمنى يكون لي منافس بالموصل كمنظمة. أتمنى يكون لنا منافس بالموصل، راح يحفزونا على أنه نشتغل أكثر، نعمل أكثر. زين وإذا نجحوا بتقديم خدمات أعلى منا فهذا الشيء من الطيبات. احنا بالنسبة لنا ما مشتغلين للشهرة ولا مشتغلين حتى نحصل صيت أو نرفع قامتنا. الحمد لله قامتنا عالية. زين احنا بالنسبة لنا نقدم خدمة، بالعكس ممكن هاي المنظمة ترفع عن كاهلنا بعض الخدمات زين اللي حاليا يجوز ما نعطيها الأولوية القصوى. زين فيشكل علينا نوع من التعثر بالعمل. زين ممكن انه احنا نتعاون وياهم ونسوي آلية تقسيم عمل في سبيل انه تصل خدمات اعلى للاشخاص اللي موجودين يدمنينا. والله انا اتمنى انه يكون عندنا منظمة ثانية بالموصل، ومستعد انه اي شخص يحب يأسس منظمة ويمشي بالمسار الصحيح مستعد احط ايدي بايده من اول ما يقدم طلب التأسيس يعني يخلص الاجازة وبعدها نشتغل سوا. زين والله حلو. حمودي أنا شوية يعني تعبتك بالأسئلة، أروح فاصل صغير. لا بالعكس، أروح فاصل صغير وأرجع لك. أوكي تمام إن شاء الله. تمام. أوكي أهلا. مستمعينا الكرام فاصل وراجع لكم.
مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة صوت الشباب على الموقع الإلكتروني وصفحة الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. رجعنا لكم ويانا الصديق الحبيب الأستاذ محمد العبيدي، محمد مضر العبيدي. الله يسلمك. الله يخليك. محمد، سألناك على الدعم وسألناك على المنظمات، إذا كانت منظمات أخرى تشتغل وياكم راح تشتغلون، فأنت جاوبتني إجابة موفقة ما شاء الله عليك. الله يسلمك، هذا الواقع طبعا. الله يخليك. نظامكم، هذا السؤال التقليدي، نظامكم ديمقراطي ولا ديكتاتوري؟ لا ديكتاتوري طبعا. ليش؟ ليش؟ اولا احنا بالنسبه لنا لاحظنا من تجارب الاخرين بمختلف الاماكن انه النظام الانتخابي بالمنظمات عاده يكون سبب مشاكل. نعم. زين. لهذا السبب ارتئينا انه يكون نظامنا نظام تعيين، تمام، حتى نخفف من عبء المشاكل الجانبيه اللي ممكن راح تطلع للنظام الانتخابي. نعم. زين. لهذا السبب سوينا نظام تعيين، وتعيين الهيئه الاداريه ورئيس المؤسسه هو حصرا من صلاحيه الهيئه التاسيسيه اللي مكونه من 13 شخص. نعم. زين. تعرف حضرتك يعني دائما تصير مشاكل يعني حسب تجاربنا كنا دائما تصير مشاكل بالانتخابات والمنظمات وكذا. بصراحه اكثر يعني، ولو هاي الكلمه ممكن تكون جارحه. زين. يعني احنا كبلدان ناميه لحد الان ما مهيئين على انه نمارس العمليه الانتخابيه بصوره صحيحه. والله صحيح. زين. والله صحيح. دائما، وهذا سبب فشل العراق حاليا. تشوف انت انه برصيد يعني يقدر يشتري اصوات مساعدات وكذا. العفو. برصيد يقدر يشتري 20 صوت 30 صوت. بالضبط. زين. لهذا السبب احنا يعني ابتعدنا عن هاي التفاصيل، لان شفنا نفسنا انه احنا بوسط ما مؤهل انه يمارس هاي العمليه الديمقراطيه باسلوبها الصحيح. نعم. زين. فردنا نجنب مؤسستنا هذه المشاكل، فارتئينا انه يكون نظام تعييني. تمام. اللي انتم تسموه نظام ديكتاتوري، بس هو ما نظام ديكتاتوري، بالعكس. زين. اي نعم. بخصوص الأشياء اللي قدمتوها ما شاء الله عليكم ونشاطاتكم أستاذ سرور أكيد تعرفه من البصرة، عين كثير من الخريجين اللي يتخرجوا من الجامعة بكالوريوس، عندهم شهادات بكالوريوس، عينهم وخصص لهم يعني وظيفة مثل ما يقولون، تعينوا. أنتوا اشتغلتوا نفس شغل سرور؟ عندكم ناس خريجين تعينوا عندكم، يعني حاولتوا يعني تقابلون مسؤولين او هيك يعني؟ بالنسبه للاستاذ سرور طبعا كل حبنا واحترامنا وتحياتنا له. سرور الحبيب. هو العفو. طيب سرور، اقول لك انسان راقي والله. ايه انسان راقي بمعنى الكلمه. أيوة. يعني انا كلش احترمه، هو رجل صديقي يعني. اكيد. زين. سرور اشتغل بوضع كان يعني العفو اشتغل بوقت كان وضع البلد احسن بكثير مما احنا عليه. حاليا نظام تقشف وكذا زين. قبل كانت الدرجات الوظيفيه من صلاحيه المحافظين، من صلاحيه الوزراء، من صلاحيه رؤساء الدوائر. زين. فكان يسهل مقابلتهم وتوصل الرساله لهم. اما حاليا يعني اللي غايه هاي السنه يلا صار تعيينات. زين. فحتى هاي التعيينات اختصرت على اوائل وحمله الشهادات العليا. تمام. نعم. فللاسف قل من المكفوفين اللي يكونون من الاوائل. يعني انا من الناس مو من الاوائل، انا تسلسلي 4 وهو يعني ياخذ القانون 3. لهذا السبب انا ما استفاديت من هذا القانون. نعم. زين. صار تخصص بالتعيينات. قبل كانت تعيينات يعني بيها مساحه من الحريه اكثر، بيها مساحه من الاختيار اكثر. نعم. زين. كان ممكن الواحد يستغلها. اما حاليا يعني الامر صار اصعب بهوايه مما كان قبل. زين. لهذا السبب ما قدرنا انه نشتغل بهذا الميدان. احنا نتمنى انه نحصل مصدر دخل لكل الاشخاص من ذوي الاعاقه البصريه، شريطه انه يكون هذا المصدر هو يعني يعتمد على نتاجهم. انا بالنسبه لي يعني اكره مساله الاعانه الاجتماعيه للاشخاص. زين. اتمنى من الحكومه انه توجه او تهيئ فرص عمل للمعاقين. زين. وتنطيهم رواتب احسن ما تنطيهم راتب وهو قاعد بالبيت. اكيد والله. والفراغ ده يقتل يوم بعد يوم، يسوي له عقد نفسيه وعقد اجتماعيه وده تاذيه وتاذي الاخر. فعلا. زين. الشعور بالانجاز مهم لكل انسان. طبعا. انا هسه لما انجز، هسه اني اشتغل كل شغلي ببلاش بدون عائد بدون مقابل. زين. بدون مقابل. بس انا لما اشعر انه اني دا انجز، احس انه اني انسان ناجح، دا اقدم خدمه
المجتمع، دا اقدم خدمه لاقراني طبعا زين. اكيد. هذا الشعور يعني يساعدك على انه يحسن وضعيتك النفسيه الاجتماعيه، يساعدك على انه تتعلم اكثر، تثقف اكثر، تخدم الناس اكثر. يعني هذا الشعور شلون اقول لك، غريزه الامومه عند الام. ايه صحيح. زين. نفس الشيء، ايش قد غريزه الامومه مفيده للام، ايش قد تنطيها فوائد. زين. الشعور بالانجاز مهم للذكور والاناث على حد سواء. زين. وبنفس الفوائد اذا ما اكثر، لان يعني هو اللي يمنح الحياه للانسان. زين. يمنح روح الامل والتفاؤل، روح التغيير والنجاح والايثار وتقديم الخدمات. نعم. ينطيك هوايه مفاتيح انت ما تبصرها اذا ما تحس بهذا الشعور. نعم. محمد، بخصوص الهيئه الاداريه واجتماعاتكم، مرات تختلف مع الهيئه الاداريه او يختلفون وياك بقرارات؟ طبعا لازم. اذا ما يصير اختلاف يعني اكو شيء غلط. تفرض رايك عليهم بما انه انت رئيس المنظمه؟ لا، احنا ما عندنا شيء اسمه فرض راي، عندنا الاقناع. زين. يعني اكو هوايه اشياء الهيئه الاداريه تنطيني حجج وبراهين انه ما تناسب، ما نشتغلها خلص. زين. بعدين هو ماكو شيء اسمه فرض راي، احنا نعتمد تصويت. زين. الاغلبيه زين هي اللي تقدم، وايضا مع ذلك ما ناخذها بشكل ديكتاتوري. زين. الاغلبيه بالنسبه لنا لازم تقنع الاقليه، ايضا ممكن يصير تصويت بالاجماع. اكيد. زين. اكيد. فماكو فرض راي من اي شخص تجاه الاخرين. اكيد. يعني حتى انا كرئيس مؤسسه اذا فد يوم زرتنا بالموصل وكذا، او حتى اذا تسال الاعضاء اللي موجودين معي كادر العمل، اجيكم والله ان شاء الله. تشرفنا اكيد والله. عين غطا وعين فراش، تجيك انت عندك بيت بالحله، تجي تلاقيكم بيوتهم. اكيد والله اكيد، كلكم جماعتي واصدقائي واحبكم والله. الله يسلمك حبيبي. فاذا جيت او اذا سالت راح تلاحظ انه ما عندنا تراتبيه بالعمل، احنا اخوه واصدقاء نشتغل سوا. نعم. زين. انا حالي من حالهم، يعني حتى الكرسي مالتي الخاص بي ما اقعد عليه هوايه، غرفتي ما اطبلها الا القليل. نعم. الا اذا عندي حاجه بيها، دائما وياهم. زين. دائما متابع بكل شيء، ايدي بايد الكل. يعني مرات على سبيل المثال لما دعمنا مشروع محمد بالتصنيع الموبيليا من خلال الالمنيوم. زين. انا قعدت اشتغل وياه، قلت له انا بالمؤسسه رئيسك، بس انت هنا القصه مالتي، انت هسه مديري، تعال علمني. حلو والله. حلو. زين. اي حلوه هيك يعني. شوف الاشخاص اللي يشتغلون صح ما يخلون بيناتهم هيك اشياء، يعني مناصب، انا وزير، ذاك رئيس، ذاك ما ادري شنو. اذا هيك صارت ما يقدر يشتغل، مستحيل. طبعا. مستحيل يشتغل طبعا. هاي ما عدا انه يخلق عندك داء العظمه اللي يخليك تشوف نفسك فوق الناس، وهذا الشيء يعني حب الأنا. دائما مدعاة للفشل. حب الأنا. محمد، انت متزوج وعندك يزن، الله يخليك يامو. الله يسلمك. عندي يزن وزين وقيس. زين وقيس، الله يخليهم ان شاء الله. يخلي احبابك. عندك هوايات اخرى تمارسها بالبيت غير المنظمه؟ انا ادري بيك تطلع الصبح تجي بالليل، بس يعني أنا من قبل يعني هواياتي المطالعة والرياضة والعزف على الأورج. ما شاء الله. حلو. كنت أتمنى أنه أكون عازف كمان، بس إيدي ما تساعد، إيدي كبيرة. ما شاء الله. طبعا مستمعي الكرام اللي ما شايف محمد ما شاء الله عليه هيك يعني ضخم. هو أنت خليت لهم صورتي ولا حد ما شافني هسه؟ خليت الصورة مالته بالبوست اللي نشرته. ايه محمد، هواياتك المطالعة او عزف على الموسيقى والرياضة. لكن الرياضة ما ظل لها دور بحياتي، لأن الحمد لله يعني الشغل أنهكني صراحة، ووقت ماكو للرياضة، يعني كلش قليل صاير. أما الموسيقى فمن وقت إلى آخر، بس المطالعة لا زلت مستمر عليها. يعني إذا ما أقرأ شيء ما أقدر أنام. لو أكون ميت من التعب لازم أقرأ. أكيد. زين. يعني صارت جزء من قاموس حياتي. على الأقل لو 10 دقائق هيك باليوم أقرأ لي صفحتين 3 نفسي. نعم. دائما أصحاب المنظمات إذا صارت سفرة يخلون جماعتهم بالفريق الأول. شنو ردك؟ هذا الشيء مو صحيح. يعني المفروض إذا كانت السفرة ما تعتمد معايير مادية ومستوى معاشي وكذا، يختارون الأشخاص بالقرعة. زين. ممكن حتى رئيس المؤسسة ما يطلع بالدورة، عفوا بالسفرة، ممكن إذا ما كان له دور تنسيقي أو شيء. أنت إذا يسمعوك أصحاب المنظمات
يمكن راح يقولون هذا يبالغ بكلامه او هيك، لان هو طالع بث على الجو يعني. لو كل المنظمات تطبق اللي تقوله انت، واللي يعني انا ما اطلع اذا صارت قرعه، واذا ما طلع اسمي ما اطلع وياهم بالسفره، ما راح يصدقون هذا الكلام ارض الواقع، يعني ما يصدقوا الا يشوفوه. يعني ما ادري محمد، ما ادري. انا هاي الحلقه مالتك جدا مهمه واحترمها، لان كلامك انا متاكد منه هو صحيح. شوف خالد ابو شروق، اكو مشكله كلش كبيره. عفوا الصوت يعني يقطع، تفضل كمل. اي فقلت لك يعني بعض زعامات المنظمات من يسمعون هذا اللقاء ما راح يصدقون. يعني انت إذا صارت سفرة وتسوون قرعة واحتمال أنت ما يطلع اسمك، وتقول عادي أنا حتى إذا ما طلع اسمي عادي ما أروح، يعني مو لأني رئيس منظمة، هاي ما راح يتفقون عليه. هذا الشيء ما يتفقون عليه، مستحيل. أنا الأول بدون قرعة. شوف أكو عدة معايير بهذا المجال. يعني هسه إحنا قلنا إذا ما كان له دور تنسيقي تمام، عادة يعني كادر المنظمة يكون منه فريق زين يتولى مهام إدارة السفرة حتى تكون سفرة ناجحة وما تكون سفرة عشوائية أو فوضوية أو كذا. زين فبهاي الحالة هذا الكادر إذا كان رئيس المؤسسة أو غيره جزء منه لازم يكون حاضر بالسفرة، حتى على حساب إنه يقلل العدد من اللي راح يشاركون من الأشخاص الاعتياديين. زين طبعا بالمناسبة أستاذ أبو شروق، يعني إحنا بالنسبة لنا هسه إحنا نظامنا كمؤسسة زين التسجيل مفتوح. زين كل شخص يسجل عندنا من ذوي عقل بصري يكون مشمول بخدماتنا مدى الحياة. زين يعني ما عندنا شرط الحصول على عضوية بالمؤسسة حتى انه يستفاد من خدماتها. يعني تسوون هويات التول وشلون يعني مثل هسه؟ لا احنا بالنسبة لنا الهويات هي للكادر فقط. تمام حلو. يعني وحتى احنا ككادر لحد الان ما سوينا نفسنا هويات. يعني انا رئيس مؤسسة ما عندي هوية للأمانة. زين لان يعني نشوفها شيء زايد بصراحة، يعني ما راح يقدم لنا شيء. اسمك مدروج بالإجازة مال المنظمة صح؟ الإجازة مال المنظمة ما يجي بيها اسم أي شخص. زين تجي بيها بس اسم المؤسسة بالعربي وإنجليزي، وأيضا يجي بيها عندك رقم التسجيل مال المنظمة ورقم الحاسبة وتاريخ ورقم الطلب، عفوا تاريخ ورقم الإجازة. ما يجي بيها اسم أي شخص سواء كان رئيس أو إداري أو مؤسسة أو ما قابل. زين بالنسبة لك أكو قرار تعيين من الهيئة التأسيسية. زين أو من الهيئة العامة إذا كان نظامك انتخابي. زين هذا القرار يصدق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المنظمات غير الحكومية. زين هذا هو اللي يمنحك الصلاحية كرئيس. تمام يعني هسه أي واحد يقدر يسوي له هوية يقول أنا رئيس منظمة، منو راح يتبعه وياه؟ طيب أستاذ رائد، تحياتنا إليه، رئيس منظمة اليقين للمكفوفين وضعاف البصر، يقول إحنا كل سنة يردون نشاطات يعني على ضوء هاي الإجازة. يعني إذا عندك إجازة تجيب لهم نشاطات كل سنة. إيه لازم انت عندك تقرير مالي واداري لازم تقدمه. شنو اللي جاك؟ زين شنو اللي جاك اموال، شلون صرفتها، شنو الانشطه اللي قدمتها، شنو الخدمات اللي سويتها، شنو مدى التغيير اللي شاركت به. زين ولا تعتبر المنظمه غير فاعله. زين ممكن انه حتى يعني اذا يشوفون انه انت يعني جهه ما تقدم خدمه على مدى سنوات ممكن يسوون بك حل، يعني القانون يسمح لهم بهذا الشيء. محمد مضر العبيدي لو لم يكون رئيس منظمة ماذا يكون؟ يكون محمد مضر العبيدي. هو غير محمد مضر العبيدي يعني؟ بالنسبة لي أنا يعني حضرتك تعرفني من زمان يعني. قبل ما أكون رئيس منظمة كنت ناشط مدني، كان ممكن أنه أستمر ناشط مدني. وإذا تلاحظ حضرتك يعني أنه قلت لك أنا عندي أكثر من مهمة، يعني مو مهام واحدة مناط بيها. يعني شغلي بالنقابة على حدة، شغلي بالشبكة على حدة. زين ايضا كان شغلي كموظف متطوع بمعهد النور للمكفوفين على حدة. زين معهد النور محمد، معهد النور قديم، هو بزمن النظام السابق كان معهد النور للمكفوفين بالموصل صح؟ معهد النور للمكفوفين للاسف الشديد يعني واجه عده عثرات بالموصل. كل المعاهد يعني فتح بال 99 اعتقد 2000 ما خرج اي فئه. تمام الى يعني احنا هسه يا الله صار عندنا صف الخامس، وصار هسه يعني بعد ما السنه القادمه راح يكون صف السادس. يعني اكثر شيء وصلوا الطلبه بمعهد النور كان لي صف الرابع، الى ان بعد ما عندنا افتتاحه بال 2018 ليش استمر لغايه الان. ليش هو ايش كان سابقا؟
كان هو ايضا كان معهد النور، بس كانوا دائما يسدوه ويلغون الدوام بحجه الظروف الامنيه واحنا ما نقدر. لا اقصد والطلاب يخاف عليهم وكذا. محمد بزمن النظام السابق ايش كم صف كان بي معهد النور؟ العفو استاذي. بزمن النظام السابق ايش كم صف كان بي معهد النور المكفوفين بالموصل؟ والله ما اعتقد وصل اكثر من 3 صفوف، لان هم هذول 3 صفوف زين. شلون 3؟ وعادوهم 2 3 وبعدين قعدوهم بالبيت. يعني اكو يعني على سبيل المثال واحد من الاشخاص يقول انا ظليت بالثالث 3 سنين، اول مره نجحت منه ورجعت درست ونجحت منه ورجعت درست ونجحت منه. ليش يعني هو معهد غير المفروض يكون يعني الابتدائيه ب6 صفوف بي مو هيك؟ اي صحيح، بس هم كانوا يتحججون بالظروف الامنيه زين. المعهد كان بمنطقه يعني على خط ساخن زين. فكانوا يتحججون بهاي الحجه زين. وش اسمه يعني يوقفون الدوام والطلبه قعدوهم بالبيت. طبعا اكو كثير رحايا من معهد النور حاليا اكيد، ولحد الان ناقمين يعني على السياسه اللي صارت بهذاك الوقت لان اثرت على حياتهم بشكل عام زين. اما حاليا بعد تحرير الموصل من عصابات داعش الارهابيه لا اختلف الموضوع أكيد. زين الحمد لله. هسه عندنا السنه القادمه راح يكون عندنا طلبه الصف السادس وراح يمتحنون بكالوريا زين، وان شاء الله يروحون للمتوسطه اذا الله سهل. بس معهد النور اللي ببغداد لا يختلف، كان حتى متوسطه به سابقا يعني صحيح. وحاليا اعتقد عادوا افتتاح المتوسطه، يمكن صف واحد يعني هاي بالفتره الاخيره اعتقد صف واحد بس، يمكن اول متوسط. نعم ايه طبيعي، يعني هو ما يجيب لك ثاني متوسطه هو ما مخرجه بعد يعني اكيد. واللي يروح للمدارس يعني عاده يقتنع بدوامه داخل المدرسه فما يرجع للمعهد. لا وكثرة المعاهد أبو يزن، كثرة المعاهد يعني تعرف حسين الصدر عنده معهد، العتبة عندهم معاهد، فقللوا من يعني معهد النور مو مثل ما كان سابقا، يعني اختلفت وضعيته. اي لأن كان قبل مركزية انه الكل تروح على بغداد. أكيد زين أكيد. يعني هسه احنا عندنا الأستاذ هيثم من خريجي بغداد مع انه كان ساكن الموصل. اكيد زين. عندنا استاذ نشوان كذلك من خريجي بغداد مع انه كان ساكن الموصل. عندنا السهير وهنا وهذا ايضا نفس الشيء. نعم راحوا لبغداد بعدين راحوا لاربيل. اكيد زين. اكيد. سالتك هواي ما شاء الله عليك وتعبتك. محمد عندك اهتمام بالشعر؟ والله كاهتمام موجود زين. بس كحفظ ما موجود يعني بضيق الوقت. زين. اكيد. طبعا ما شاء الله عليك محمد. كنت الله يسلمك. وأنا فرحان بنشاطاتكم صراحة، يعني هاي النشاطات اللي ذكرتها أتمنى كل المنظمات يعني تعمل مثل ما أنتم جاي تشتغلون، طابعات الله يبارك فيك ومكاتب وهيك، يعني أتمنى هيك تصير بكل المنظمات حتى الناس تفرح بالمنظمة من تشوف هيك منظمة تعمل هيك نشاطات وهيك أشياء ودورات. ما شاء الله عليكم، الله يوفقكم إن شاء الله. الله يسلمك. أكيد الموجودين كلكم كفؤين، أنت على يوسف، على محمد، على ست سهير، على كلهم كفؤين ما شاء الله عليهم، كلهم أصحاب شهادات. الله يبارك. شكرا لك محمد، نورتنا. أتمنى ما ضوجناك اليوم بالأسئلة. الله يسلم لي إياك. بخصوص المنظمة. لا بالعكس يعني كلش يعني استمتعت وياكم، بس إذا تسمح لي خلال يعني دقيقة أو دقيقتين عندي رسالة كلش مهمة للأشخاص اللي مثلنا. يلا. زين. أول شيء يا أخواني ويا أخواتي، زين احنا ناس معاقين صح، زين عندنا مشاكل بعيوننا صح، ما نشوف صح، زين لكن ما توقفت الحياة بهذا الشيء. طبعا انتم ممكن ان تكون اعاقتكم سبب الى انه انتم تبدعون بمجالات أكيد. الاشخاص الاعتياديين ما يقدرون يبدعون بيها. والله صحيح. وهذا الشيء عندنا ادله وبراهين وتجارب هوايه من اشخاص انتم تعرفوهم هم نفس حالتكم. اكيد. زين فلا لا تسووا لكم ترسموا لكم حلقه فارغه وتأثرون نفسكم بيها وتدورون بس باقي الحلقه. طلعوا وتعلموا وثقفوا واجهوا الحياه. زين كونوا ناس فاعلين، لا تكونوا ناس سلبيين، لان الحياه حلوه والحياه تريد منكم. طبعا. الحياه تتطلب ان تمشوا وياها خطوه بخطوه. اذا مشيتوا وعبرتكم هي بخطوه دوسكم وتمشي، ما تظل واقفه لكم وانتم تظلون بمكانكم وتظلون يجوز ترجعون لي ورا. فعلا. المساله الثانيه لا تخلون دائما كل العتب والعبء على المنظمات. زين اكو فكره يعني كلش خاطئه عن المنظمات، انه المنظمه هي من صارت منظمه للمكفوفين صارت مسؤوله عن المكفوفين. هذا الشيء مو صحيح. لا اكيد. هاي المنظمه هي وجودها زين حتى تقدم خدمات للمكفوفين ضمن طاقتها.
زين الماديه والبشريه. زين هي مو مسؤوله عنكم ككل. احنا يعني هذه المنظمه مو هي عشيره وتنصب لها شيخ والشيخ يتابع كل شؤون العشيره. أكيد. المنظمه تشكيل من نوع اخر تماما. نعم. زين ولا تخلون عتبكم دائما على المنظمات اللي موجوده حاليا بالعراق مختلفه، ما مموله، وكل شغل يراد له فلوس، يراد له امكانيات ماديه. طبعا. زين واكو اشياء تحتاج امكانيات ماديه ضخمه، لان احنا بلد وضعنا به تحت الصفر. والله زين صحيح. فما تتوفر لها التمويل اللازم حتى تشتغل، بصرف النظر عن انه هاي المنظمه كادرها مناسب او غير مناسب. فلا تخلون عتبكم على المنظمات تشتغل بالصفر. زين سواء كانت ببغداد او بالبصره او بالموصل او حتى باقليم كردستان باربيل. زين التمويل اللي يجيهم ترى كلش محدود. زين فلا تخلون كل عتبكم عليهم، كونوا معين لهم. زين لا تكونون جزء مثبط لهم، لا تكونون جزء يحبطهم عن اداء العمل، لان انتم من دائما توجهوا لهم نقد. هم اساسا ما يظلهم حافز، وهم اصلا جايين بجهود تطوعيه. وين اكو قسم منهم او حتى ما اكو، ما ادري، حتى اذا اكو زين ياخذون اجور بسيطه مقابل عملهم كاجور نقل او ما شابه. زين ولو ما اعتقد هذا الشيء موجود يعني منين ياخذون محمد؟ يعني منين ياخذون يعني هم شوف، يعني قانون المنظمات يسمح انه كل شخص يشتغل داخل المنظمه يكون له راتب رسمي مثل ما يكون بدائره المنظمه، مثل ما يكون باي دائره حكوميه. زين طيب يعني هسه انا بالنسبه لي لو المنظمه مموله، ممكن انا لي حق انه اسوي سلم رواتب مثل اي دائره. كل الموظفين يشتغلون مقابل رواتب، ما يشتغلون هالشكل مجانا. زين لكن هذا الشيء في غياب التمويل ما يصير. زين واذا يصير تمويل عادي يعني تبقى بحريه بالاختيار، اللي يريد ياخذ راتب يحق لازم ياخذ راتب، يجبر المنظمه تنطي راتب ما يشتغل. زين وحتى حاليا يعني العمل ما الزامي، ممكن يبطل يقعد بالبيت يقول ايش عليه، يعني ما له علاقه، صح ولا لا؟ اكيد. زين فلهذا السبب لا تعاتبون المنظمات، لان اكو هوايه قضايا انتم ما تدرون بيها. زين انا ممكن كنت مثلكم قبل اعاتب المنظمات، بس لما دخلت هذا العمل اكتشفت هوايه اشياء انا كنت غافل عنها. نعم. تمام. ف يعني اقتضى وجب علي التنبيه. نعم. حمودي تحياتي اليك، وان شاء الله يا رب نتمنى لكم التوفيق الدائم بعملكم. الله يسلمك ويحفظك. وانا جدا شاكر لحضرتك على انه اتاحت لي الفرصه من خلال منبر قناتك الكريمه حتى اوصل صوتي للاخرين واوصل رسالتي للاخرين، وان شاء الله تكون هاي الرساله ذات فائده، وان شاء الله نلمس بها تغيير على المدى القريب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك حمودي، نورتنا. ان شاء الله دائما تكون ويانا، وان شاء الله اكو عندنا وياك هواي اشياء، وان شاء الله بالايام الجايه نشوفك بذات الشباب. لا شكر على واجب، واتشرف بكم اكيد. اعمالكم احنا داعمين لكم صراحه، يعني اي عمل تسووه احنا وياكم. الله يسلمك. واي شيء تحتاجوه برسم الخدمه طبعا. شكرا لك. خادم ربنا. نورتنا حمودي، تحياتنا لك. انت النور كذا، ربي يسلمك. تحياتي. مستمعينا الكرام، شكرا لكم، شكرا للي تابعوا البث، شكرا للي راح يتابعوا. نلقيكم بحلقه جديده من برنامج ضيف الاربعاء. لكم الى اللقاء، تصبحون على خير.